أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات صندوق الإسلام. اتكلمنا في الحلقة السابقة عن بدايات قصة الكعبة وعلاقة محمد بقصة إبراهيم وقصة إسماعيل، وكيف أنه هو بدأ يحورها على مزاجه علشان تتماشى مع مشاكله هو النفسية ومشاكله مع قبيلة قريش في مكة. الكعبة ما كانش ليها علاقة بالتوحيد إطلاقا في نشأتها، وإنما محمد هو اللي أخذ الكعبة وأخذ طقوس الحج علشان وأضافهم إلى ديانته الجديدة علشان يعني يسترضي العرب وعشان العرب ما يفقدوش هويتهم. لو لاحظنا هنلاقي إن هو في البداية حاول يتقرب من اليهود والمسيحيين، وإن هو ينكر كل شيء له علاقة بالعرب وبأوثانهم وبطقوسهم. وبعد ما اليهود خذلوه في المدينة ولم يؤمنوا برسالته، رجع تاني وابتدى يخلي الحج وطقوس الحج اللي هي أصلا طول عمرها وثنية خلاها جزء من رسالته التوحيدية. طيب، الكعبة دي حكايتها إيه بالظبط؟ الأسطورة الإسلامية بتقول إن إبراهيم كان متزوج من سارة، وكان عنده جارية مصرية جايبها من مصر، جاب منها الطفل إسماعيل. العهد القديم بيحكي القصة بأسلوب مختلف تماما غير القصة اللي الإسلام بيحكيها. العهد القديم بيقول إن كان فيه غيرة ما بين سارة وهاجر، وهاجر هربت بابنها إسماعيل واستقروا في مكان ما بيذكرش بالضبط بقى القصة تطورت ازاي. بيقول ان اسماعيل راح الى صحراء اسمها فاران في جنوب سيناء وبس، وخلصت القصة على كده. وده شيء منطقي على فكرة، ان اسماعيل يرجع بلد امه اللي هي مصر. لكن الاسطورة الاسلامية بتاخد الموضوع دون وتقول لك ان ابراهيم اخذ هاجر وإسماعيل وهو طفل، وده شيء يعني ما فيهوش أي منطق طبعا، ومشي بيهم من فلسطين لمكة يعني 1200 كيلو وزيادة، وحطهم في واد غير ذي زرع. طب اللي عايز يعني يهرب مراته وابنه من غيرة مراته التانية، طب ما عنده فلسطين، ما جنبه سيناء المنطقي، عنده الأردن، عنده أكتر، يعني هو جاي في الطريق حتى يحطها في يثرب على الأقل واحة فيها زرع وفيها نخيل. إيه اللي يخليه يمشي المسافة دي كلها عشان يحط طفل رضيع وأمه في قلب الصحراء؟ دي الأسطورة اللي محمد طبعا اخترعها علشان يربط نفسه بإبراهيم. طيب، المنطق بيقول إيه؟ والعلم وتاريخ الآثار الأركيولوجي بيقول إيه؟ بيقول إن مكة كمدينة لم يكن لها أي وجود قبل القرن الثالث الميلادي. ما فيش أي دليل يثبت إن كان في حاجة اسمها مدينة اسمها مكة، أو في أي نوع من أنواع الحياة في هذا المكان قبل القرن الثالث الميلادي. طب أمال إيه حكاية الكعبة وإيه اللي حطها وجت هنا إزاي؟ في أكتر من تفسير. ذكرت أنا في الحلقة اللي فاتت مؤرخ بيزنطي اسمه سوزيمونس. سوزيمونس بيكتب، والراجل ده عاش في القرن الخامس يعني قبل محمد. قال إن كان في منطقة الخليل في فلسطين كان فيه مقام، كان فيه مكان يحج إليه العرب ويعني يتقربون به ويذبحوا أضاحي، وكانوا بيمجدوا إبراهيم. هل دول بقى عرب وثنيين، عرب من أي اتجاه؟ ما نعرفش. المهم سوزيمونس بيقول إن هم كانوا بيذبحوا أضاحي لإبراهيم في منطقة الخليل في فلسطين. ولو تعرفوا إن في الخليل لحد النهاردة مكان اسمه مقام إبراهيم. الكلام ده لحد بدايات القرن الرابع، يعني 300 وشوية. إيه اللي حصل بعد كده؟ جاء إمبراطور
بيزنطي جديد اعتنق المسيحية أو خلى المسيحية هي ديانة الإمبراطورية البيزنطية، وهو قسطنطين. قسطنطين شاف المنظر اللي بيعملوه العرب في هذا المكان، ويعني قال الكلام ده ما ينفعش. ليه؟ كان في بئر جنب هذا المقام، كان يعني حسب الأسطورة إن إبراهيم نفسه هو اللي حفر هذا البئر، فالدم بتاع الحيوانات واللي بيذبحوها العرب وبتاع لوث البئر وسده. فالإمبراطور البيزنطي الجديد ده حسب رواية سوزيمونس قال نظفوا لي المكان دول وامنعوا هذه الطقوس الوثنية من الآن فصاعدا. مش عايز الكلام ده يحصل في مقام إبراهيم بعد كده. فإيه اللي يحصل بعد كده؟ احنا بنتكلم دلوقتي في بدايات القرن الرابع. في هذا التوقيت بالضبط قبيلة خزاعة اللي هي قبل قريش بقى، سكان مكة الأصليين، هجروا من اليمن إلى مكة، وهم اللي أسسوا مدينة مكة. يعني بعد ميلاد المسيح في القرن الرابع أو في نهايات القرن الثالث إن هم هجروا إلى هذا المكان. وكان منهم واحد اسمه عمرو بن لحي جاب تماثيل وآلهة من الشام، يعني الإله اللي اسمه هبل ده جاي من الشام أساسا، وحطه في مكة، في وسط مكة، وابتدوا يحفروا آبار وبنوا هذا الشكل المكعب وسموها الكعبة. الكعبة ما كانتش هي البناء الوحيدة اللي بنيت في الجزيرة العربية بهذا الاسم. كان فيه 21 كعبة موجودة في الجزيرة العربية، وممكن يكون أصلهم فعلا إن هم عوضا عن هذا المقام الذي أغلقه قسطنطين. فحبوا كل قبيلة، ما احنا عارفين العرب كل واحد عايز يعمل ديانته الخاصة بيه، ما كانش فيه إمكانية إنك توحد كل الديانات دي، لأن كل قبيلة لها تاريخها الخاص ولها أسطورتها الخاصة ولها إلهها الخاص. ففكرة التوحيد كانت صعبة عليهم أوي. فحتى لما كانوا بيتقربوا لإبراهيم وكان برضو بطقوس وثنية مش توحيدية. فكان في الجزيرة العربية 21 كعبة. حتى كان فيه كعبة مسيحية في نجران اسمها كعبة نجران، وكان فيه حتى حسب الروايات الإسلامية إن كان فيه كعبة مسيحية بناها أبرهة، وكان فيه كعبة في شمال الجزيرة العربية اسمها كعبة ذو الخلصة. الكعبة دي بالذات ذو الخلصة فضلت موجودة لحد سنة 1925 في السعودية، لحد ما الوهابيين اكتشفوا ان في قبائل سعودية لسه بتروح تتعبد هناك وتتمسح بجسمها في جدار كعبة ذو الخلصة بطقوس وثنية. يعني تخيلوا كل اللي حصل والإسلام ومهد الإسلام، وكانت الوثنية ما زالت موجودة في السعودية لحد سنة 1925. فجم الوهابيين وخلوا الدولة السعودية اللي هي نشأت فيما بعد تهدم هذه الكعبة. فالقصة مش حكاية إن الكعبة دي مش عارف حجر نزل من السماء والبيت المعمور فوق وربنا وآدم هو اللي بناها الأول وبعدين إبراهيم وإسماعيل هم اللي بنوها. إبراهيم وإسماعيل يبنوها إزاي؟ وإحنا حسب رواية القرآن وحسب رواية العهد القديم إن إبراهيم كان عدى 100 سنة. إحنا بنقول إن هو جاب ابنه وهو خلاص على مشارف 100 سنة. فلما يبني الكعبة مع إبراهيم يكون هو بقى إسماعيل كبر، فيبقى هو كده مثلا 120 سنة. طب إزاي واحد عنده 120 سنة يبني هذا الجدار العالي؟ وإزاي يجي من المكان ده، من المكان البعيد ده كله، ويجي يستقر في مكة؟ وإزاي يسيب ابنه وزوجته في هذا المكان؟ لكن هي الأسطورة علشان يخلي طقوس الحج الوثنية اللي هي السعي بين الصفا والمروة، اللي هو مبني على أسطورة إن هاجر كانت بتجري بتدور على المية رايح جاي 7 مرات 7 أشواط بين جبلين الصفا والمروة. لكن الحقيقة أن أول مقام
كان العرب بيروحوه يزوروه عشان يتذكروا إبراهيم وعشان يضحوا بالأضاحي كان في فلسطين ومش في مكة. وهو ده على فكرة السبب اللي خلى بعض الباحثين يقولوا إن الإسلام لم ينشأ في الجزيرة العربية على الإطلاق، لأن لغة القرآن في أجزاء كبيرة جدا منها لا علاقة لها بلغة قريش ولا علاقة لها بلغة الجزيرة العربية، ولكنها لها علاقة بلغة العرب الذين كانوا يقيمون في الشام. وهذه اللغة كانت متأثرة بشكل كبير جدا باللغات المحيطة، خاصة السريانية والآرامية. وده كلام هنبقى نتكلم عنه باستفاضة واحنا بنتكلم عن القرآن، ومش بس الكلمات وإنما المواضيع. القرآن بيتكلم عن جنات من فيها فواكه وفيها عنب وفيها رمان. الكلام ده فين؟ هو في حقول في مكة ويثرب كان فيها رمان وفيها، هو بيقول يعني ايه متاعا لكم ولأنعامكم. أنعامكم اللي هي ايه؟ فين الأنعام اللي كانت موجودة في مكة؟ الأنعام دي يعني بتحتاج وديان فيها مية وفيها أنهار وفيها. لما بيقول لهم قصص زي قصة لوط وزوجته وانتوا بتمروا عليهم في صباحا وعشية وتشوفوا التماثيل بتاعتهم أو قصصهم، بيحكي الناس قريبة من الأردن وقريبة من فلسطين وقريبة من الشام اللي بتعدي كل يوم على هذه الأماكن. مكة بعيدة جدا عن هذه الأماكن، ففي لغز كبير في نسج هذه الأسطورة. هو عشان بس محاطة بالقدسية يبقى هو كده الكعبة ما فيش كلام عليها؟ لا، في كلام. احنا علماء الآثار قالوا لنا ما كانش في حاجة اسمها الكعبة قبل القرن الثالث الميلادي. هتألفوا القصة دي هتجيبوها منين؟ السعودية قافلة منعا باتا انك تحفر بجوار الكعبة او انك تشوف اي حاجة. ما في، كل المخطوطات اختفت، ما تعرف لهاش اثر. ده اذا كان في مخطوطات اصلا. اذن فقصة الكعبة اخترعت علشان تتماشى مع قصة محمد، خاصة قصة إسماعيل. محمد عجبته قصة إسماعيل جدا لأن بتفكروا بوضعه. إسماعيل ابن الجارية المنبوذ المطرود، الضحية. وهو دور الضحية ده بالظبط هو الدور اللي محمد كان بيدور عليه وكان بيجذبه، لأنه هو حس بنفسه أنه هو كان كده، أنه هو منبوذ، أنه هو مرفوض، وأنه هو يعني أهله مش قابلينه ومش بيسمعوا كلامه. في حديث هو ضعيف الحقيقة بس منتشر جدا في العالم الإسلامي، إن محمد كان بيقول أنا ابن الذبيحين، أنا ابن الذبيحين. وطبعا عارفين احنا القصتين. الذبيح الأول قصة إسماعيل، رغم أن العهد القديم كان بيقول أن إسحاق هو الذي تم التضحية به وكان على وشك أن يذبحه إبراهيم وفداه الله بذبح عظيم. الإسلام أخذ القصة وخلى الطفل الذبيح هو إسماعيل عشان يبقى محمد من نسل الذبيح، عشان تبقى البشارة رايحة في اتجاه محمد. القصة الثانية هي قصة عبد الله اللي هو المفروض يبقى أبو محمد، ابن عبد المطلب. إن عبد المطلب كان بيحفر بئر زمزم ونذر لو أعانه الله على حفر البئر هيذبح واحد من أبنائه. وفي رواية تانية إن هو كان عنده ابن واحد فدعا ربنا إنه يرزقه ب10 أبناء، ولو رزقوا ب10 أبناء سيذبح واحد منهم. فراح الكعبة عند الكعبة علشان يوفي بنذره بعد ما رزق بال10 أولاد، وكل مرة يرمي السهام يجي سهم عبد الله، لكن هو بيحب عبد الله، وطبعا عبد الله ده مستقبله جاي عشان هيبقى أبو النبي.
يحاول ان هو يعني يلاقي حل للموضوع، فيزود الإبل اللي يضحي بيها من 10 لحد ما وصل إلى 100 إبل، وبعدين ذبحهم وفدى بيهم عبد الله، وهكذا يعني ايه أنقذه الله من الايه، من الهلاك، عشان خاطر طبعا نسل النبوة موجود جواه. طبعا قصة ريحة الأسطورة تفوح منها بشكل غريب، وواضح جدا ان القصص دي يا إما اخترعها محمد عشان يبقى شبه إسماعيل، ويبقى في الأساس شبه المسيح عشان يبقى هو الضحية، ماشي، أو جاي من نسل ضحية، أو اخترعها فيما بعد ابن إسحاق وكتاب السير عشان يجعلوا من قصة محمد شيء شبيه بالأناجيل وقصة المسيح، ويبقى فيها هذه النفحة الأسطورية اللي احنا بنقراها لما بنقرأ قصص العهد القديم أو قصة المسيح. لكن في الحقيقة لم يكن هناك كعبة قبل القرن الثالث، ولا فيه أي علاقة بإبراهيم بهذا المكان إطلاقا في الجزيرة العربية، واحتمال كبير جدا أن كل الإسلام نشأ في الشام، لأن الشام هو المكان وفلسطين اللي كان كل هذه المناقشات حامية الوطيس تدور منذ القرن الرابع الميلادي، منذ بدأت الكنائس تنقسم، منذ بدأت تيارات مسيحية تظهر، منذ أن فرضت الدولة البيزنطينية رؤية مسيحية معينة، بدأ المسيحيين العرب والمسيحيين الشرقيين والسوريان يعني يقولوا ده المسيح ده بتاعنا إحنا، وجاي من بلادنا إحنا، فييجوا الإغريق وييجوا البيزنطيين يعلمونا إيه هي المسيحية، فابتدأ تظهر هرطقات وفرق مسيحية جديدة ترفض هذا التوجه، ودارت مناقشات حول طبيعة المسيح، طبيعة الله، حول نهاية العالم. كل هذه المناقشات واللغة لا علاقة بمكة والمدينة بهم إطلاقا، مش موضوعهم، مش حياتهم، مش مناقشاتهم، لكن القرآن داخل في صميم هذه المناقشات، وبياخد هذه المناقشات وبيعلق عليها. فبالتالي في احتمال كبير جدا 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 إن القرآن وما نعرفه اليوم على أنه الإسلام من ولادة الشام وليس من ولادة الجزيرة العربية. وده الدور بتاع الباحثين وعلماء الآثار وعلماء المخطوطات، وفيه كلام كبير جدا 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 هنحاول نقدمه لكم في حلقات تانية ليه علاقة بهذا الموضوع وبهذه المخطوطات. لكن نرجع للموضوع الأساسي بتاعنا. إيه حكاية الكعبة بقى بتاعة مكة؟ خزاعة، قبيلة خزاعة، ما كانش لسه في حاجة اسمها قريش على فكرة. قبيلة خزاعة بنت هذا المكان، وابتدت تكتشف ان مكة مكانها ممتاز جدا، لان على طريق التجارة بين الشام وبين اليمن. فابتدت تسمح لبعض القبائل انها تيجي تحط آلهتها في الكعبة عشان هم معديين يخشوا يصلوا ويكملوا. فلقوا ان الموضوع ده جميل جدا، فبدأت مكة تبقى مكان تعددي، يعني اللي عايز يعبد حاجة يعبدها، ما فيش فرض على حد. وبعدين جت قبيلة تانية حوالي القرن الرابع أو الخامس، يعني نهاية الرابع مثلا كده، جت هجرت من اليمن برضو إلى مكة. القبيلة دي كان اسمها، هو مجموعة من القبائل الحقيقة، وسموهم فيما بعد قريش. كلمة قريش دي جاية منين؟ قريش جاية من التقريش، قريش معناها التجمع أو التحالف. ودي هتسبب لنا أزمة بقى لغوية، لأن في باحثين ألمان اكتشفوا إن كلمة قريش متاخدة من الكلمة السريانية قريشة، وقريشة كانت القبائل العربية المسيحية التي كانت متحالفة مع الدولة البيزنطينية في حروبها مع الفرس. بص كده في مخيلتك لخريطة الجزيرة العربية،
قبل الإسلام. هتلاقي عندك في الشرق الإمبراطورية الفارسية، وهتلاقي في الشمال الإمبراطورية البيزنطينية، اللي كانوا في حروب متواصلة مع بعض. شرق الجزيرة العربية يعني بداية من نجد كده وانت ماشي وفي اتجاه البحرين، كل دول كانوا متحالفين مع الفرس. طيب مين اللي كان متحالف مع بيزنطة؟ اقرأ القرآن كده وحاول تكتشف حاجة. روح كده لسورة الروم، شوف التحمس الغريب للروم. ده الروم دول هيبقوا أعدائك بعد كام سنة على فكرة، بس غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. يعني في واحد قاعد مترقب اللي بيحصل بين الفرس وبين الروم، وزعلان ان الروم اتغلبت، وبيبشر المؤمنين يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. بيسمي ان نصر الروم على الفرس اللي المفروض بيتنبأ به في المستقبل هيبقى نصر الله. طب ازاي؟ ده الروم دول اللي انت هتروح بعد كده يا محمد هتقول لجنودك اغزوا تبوك تغنموا بنات الأصفر، يعني روحوا اغزوا بلاد الروم وتغنموا البنات الشقروات بتوع الروم. حديث وصحيح. اقرأ في تفسير الطبري هتلاقيه. فنرجع لقريش. قريش قبائل عربية تجمعت وجاءت إلى مكة وحاولت أن تقضي على قبيلة خزاعة وتحتكر حكم مكة لنفسها. وهو ده اللي هنتكلم عنه في الحلقة الجاية. نراكم مع استكمال قصة مكة وكيف اخترعها محمد.